مفيش ارخص من الخضار دلوقتي. تعالوا هنعمل شوية مخلل مشكل لرمضان، حاجة كده تفتح النفس وسهل جدا. انا جبت الخضار اللي انتوا شايفينه ده، زي ما احنا شايفين كده. القرنبيط قطعته صغنن خالص، واللفت والخضار اتغسل وزي الفل. علشان ننقي اللفت لازم ننقي اللفتايه تكون تقيله وما يبقاش حجمها كبير. هقطعها بقى، طبعا غسلت الخضار بتاعي كله، هقطعه بالعرض وبعدين بالطول صوابع كده زي ما احنا شايفين. والجزر نفس الحكايه. الله الله، عايزه اقول لكم خطير ويجنن، وريحته بقى مش قادره اقول لكم، والله طعمه حلو قوي. في اسبوع هنكون فاتحين، يعني تعمليه وبعد اسبوع تفتحي منه على طول. ممكن تعمليه قبل رمضان باسبوع. حطيت الخضار بتاعي كله على بعضه بعد ما قطعته كده زي ما احنا شايفين. الخيار والليمون واللفت والجزر والفلفل السبايسي براحتك بقى، اي خضار انت عايزاه حطيه، والكميه طبعا اللي انت عايزاه. الليمون قطعته كده شرايح وبعدين مكعبات. عايزه اقول لكم بيدي طعم خطير، وطعمه بيبقى حلو جدا. فرمت الفلفل الاحمر وحطيته على الخضار بتاعي وقلبته كويس جدا. حلو قوي. نحطه بقى في البرطمان، وبعدين قلت ايه لما نحط شويه حبه البركه يدوا شكله حلو كده. قلبت كويس وحطيت البرطمان بتاعي كله. وبعد كده لتر الميه عليه نص كوبايه ملح ومعلقه كبيره سكر زي ما احنا شايفين كده. وحطيت كمان معلقه خل، معلقه واحده بس. قلبت كده ومعلقه بابريكا وقلبت كويس جدا. وحطيت بقى ايه البرطمان بتاعي. عايز اكتر من لتر زودي طبعا واعملي اللتر زي ما قلنا. قفلت عليه بكيس بلاستيك، وبعدين قفلت البرطمان وفتحت عليه بعد اسبوع. عايزه اقول لكم الطعم مفاجاه.